خطورة في تعامل الدولة التونسية مع موضوع الثروات. العالم كله يعرف وجل التونسيين يعرفوا أن في ولاية تطاوين ثاني أكبر احتياطيات الجبس في العالم، ثاني أكبر احتياطي جبس في العالم. في 2017 صار اعتصام وانتفاضة شعبية شبابية في ولاية تطاوين، وقاموا باعتصام الشباب هناك وكونوا تنسيقية عرفت بملحمة اعتصام الكامور، دام أكثر من عام. توجهت لهم الحكومة وجلسوا مع الوزراء وحرروا مجموعة من الوعود الحكومية، مضوا في قليل منها ثم دخلنا في التعطيل وخلاف الوعود وخلاف توقيتات الوعود. فرجع التظاهر في 2020 كما معروف. جت حكومة هشام المشيشي وأمضت مزيدا من الوعود الحكومية، ثم دخلنا في إقالة حكومة المشيشة اللي اختار قيس سعيد لرئاسة الحكومة. في 21 و 22 بعد أن توالت القضايا وأخلفت الدولة عهودها ووعودها مع الشباب المتفض، صارت أكبر هجرة جماعية تقريبا في القرن 21 من ولاية تطاوين. أكثر من 15,000 شاب حرقوا من تطاوين عبر صربيا إلى أوروبا. شو يحب نقول من الموضوع ده؟ الموضوع مش برشا تتساءل عنها ثروات طبيعية في تونس ولا ما عناش. المشكلة في حوكمة الثروات هذه، المشكلة في التوزيع العادل للثروة. اليوم نعرف أن في قفصة فيها فوسفات، فما كميات كبيرة متاع فوسفات موجودة، وأن جزء من عدم استغلال هذا المخزون الكبير من الطاقات المنجمية يعود بسبب الانتفاضات الشعبية الموجودة في جهة قفصة وانتفاضة شبابها المطالبة بالتشغيل والتنمية وغيره. كما يصير بعد كل مرة، بعد كل انتفاضة تجي الحكومات وتقدم جملة من الوعود ولكن تخلف وتبقى الحال على ما عليه. السؤال الكبير، المشكلة مش فقط في إنتاج الثروة، المشكلة في إعادة توزيع الثروة. والرئيس في المجلس الأمن القومي تحدث على أن رديف ومتلوي كانت بيتي باري في وقت فرنسا، بحكم أن جزء من الأرباح متاع شركة فوسفات غاز ترجع للجهة عبر استثمارات عمومية وعبر تشجيع الاستثمار وغيره، تحسنت ظروفه. هل الثروة هذه فقط فوسفات؟ موجود فوسفات، موجود الملح، موجود الرخام، موجود الجبس، موجود الغاز والبترول. حتى البترول موجود في خليج قابس بكميات كبيرة، وأثبت معناها المسح الجيولوجي الأمريكي وجود كميات كبيرة من الغاز، موجود كميات كبيرة من الماء في حوض غدامس. نفط موجود. الحديد في جريسة معروفة أن كان فيها منجم حديد، وإلى الآن في مناطق في بنزرت كان هناك زاد منجم وأغلق، وبعض المناطق معناها في بنزرت الحجرة متاعها مصدد من الحديد. مش نحب نقول من الكلام هذا كله. العبرة ما هيش فقط أنك عندنا ثروات، المشكلة ما فماش حسن استغلال، ما فماش شفافية، ما فماش حوكمة، ما فماش إرادة قوية أن نخصص صندوق للتنمية، صندوق استثمارات نتوجهوا به للثروات هذه ونحاولوا نثمناها ونكبرها. أكثر من ذلك الأراضي الدولية وما أدراك، مشروع كيما هنشير الشعال فيه 47,000 هكتار واللي فيه فقط 400,000 زيتونة. كمية إنتاجه معناها لو قرناه بأي معناها بنورم إيطاليا ولا إسبانيا سنجدها ضئيلة جدا مقارنة بمنتوج من الزيتونة، نظرا لعملية الفساد المحيطة بالموضوع وبالمشروع بالمركب بالشعالة هذا، واللي نجم نستغلوه مش فقط في إنتاج الزيتونة، نجم نستغلوه في تربية الماشية، ونجم نستغلوه في الطاقة الشمسية وغيره. وعندنا آلاف الهكتارات من الأراضي الدولية والاشتراكية المهملة اللي نجم نستغلها كحقول للطاقات المتجددة، واللي الدولة في حد ذاتها تقوم هي بالإنتاج وتقوم هي بالتوزيع وتعيد
وتحسب معناها وتعيد توزيع العادة للثروة اللي تعود بالنفع على المواطنين بطريقة مباشرة وبطريقة فيها برشا شفافية، لأن إلى حد الآن ما ندروش على إحصائيات دقيقة للشركات المنتجة في كثير من الأمور، ما تعطيش تحيين لأرقامها الرسمية ومرابيحها وغيرها، ولكن في المقابل نجد ديما الخسائر تعلن عليها الدولة ولكن لا تعلن الأرباح. موضوع الطاقات والثروات المنجمية والثروات الباطنية هو موضوع شائك، موضوع خذيه برشا زخم، لا نحتاج فيه فقط إلى الخارج باش يتكلم عليه. اليوم الشعب التونسي ألف حسب المؤشرات مليون وسبعمائة ألف تونسي موجود اليوم في تونس يخوم في الهجرة. عشرات الآلاف من التوانسة اليوم يحرقوا، اليوم حرقة جماعية، اليوم ناس تحرق في رواحها، اليوم ناس تحب تهجم البلاد. الفقر، نسبة الفقر كبيرة، نسبة الأمية كبيرة، نسبة البطالة كبيرة. إذا ما نقوموش ما تحركش الدولة راهي مش تدخل في ثنية خايبة ياسر. الشعب مش يصبر ولكن مع هذا التضخم ومع ضعف القدرة الشرائية ومع عدم توفر المواد الغذائية ومع مشاكل جمة لا تحصى ولا تعد، ورغم وجود هذه الثروات ورغم وعي الناس بوجودها، أمام دولة معناها تفرط، أمام كثير من الوعود والشعارات التي لا تجد صداها في أرض الواقع، ندعو الحكماء وندعو الناس اللي تريد خير بالبلاد هذه بعيدة عن الشعارات الوطنية الزائفة والكاذبة اللي ما رانا منها شيء، اللي فقط هي معناها تمني دون ممارسة، دون إنجاز حقيقي على أرض الواقع. ندعو إلى وقفة صادقة من أجل هذه البلاد ومن أجل إنتاج الثروة ومن أجل إعادة توزيعها بطريقة عادلة تعود بالنفع على الجهات المنتجة للثروات هذه، تعود بالنفع على المواطنين، على صحتهم، على حياتهم، على اقتصادهم. نحكوا على الشأن الاجتماعي، ولكن اليوم كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني بشدة، برشا مشاكل، برشا فرص ضائعة ومهدورة. لازم نتحركوا، لا نكتفي فقط بالشعارات. المعلومة موجودة ولكن الميدان فارغ للأسف.